لو شعرك هايش ناشف خشن مش مظبوط في جفاف، اسمع الوصفة دي والتركيبة دي هتجيب معاك من الآخر قوي وسريعة جدا. حلو الكلام. بس امشي عليها وشوف في الكومنتات اللي جربوها عملت معاهم ايه. وعايز اقول لك ان هي اسرع روتين تعمله في بيتك. ركز معايا. هتجيب نص كيلو بذور الكتان من عند عطار، وهتاخد منها 5 6 معالق وتغليهم في ميه. لما هيتغلوا هتلاقي بدأ الميه تبقى تقيله وعامله زي الجل. هتجيب اشرب او اي حاجه كده تطلع الجل وتصفي كده الجل ده كله وتصفيه في برطمان. تصفيه ايه؟ في برطمان. بقى عندنا جل بذور الكتان. حلو تمام. بعد كده هتجيب جل الصبار 5 6 معالق. جل الصبار بقى هاته طبيعي، هاته جل جاهز مش مهم. صفي 5 6 معالق جل صبار. بعد كده هتجيب زيت جوز الهند. هتحط لي قد ايه؟ مقدار 10 معالق زيت جوز الهند الاصلي، وتقلب كله على بعضه. هتحطه ماسك لمده من ساعه لساعتين او 3 ساعات انت وشطارتك. بعد كده تخش تغسل راسك او شعرك، تغسله في حمام بحمام كريم بدون ما تغسل بشامبو. بس كده هتلاقي النتيجه ظبطت معاك وجابت معاك احلى مفعول، والكواليتي بجد فوق الممتازه.